السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ النهارده بقى اجيب لكم طاجن خضار كده جميل جميل جميل، ونبدأ مع بعض خطوة خطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض كده فراخ بالخضار، طريقة خفيفة ولذيذة وسهلة جدا. احنا معانا هنا فراخ زي ما انتم شايفين، ومعانا بقى بصوا هنحط معلقة كاتشب ومعلقة مستردة، والبهارات بتاعتنا الجميلة اللي احنا عاملين بهارات جميلة بتاعت الفراخ، وحاطين فلفل اسمر وكاري وكركم وبصل وفصين توم. هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا الخضار مشكل بقى، معانا بطاطس وكوسه وجزر، ولو انت حابه تحطي اي خضار حطي. هنحط كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه هنا في القالب الازاز على طول كده، ونحط كل البهارات عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده الخضار مع بعضه بالبصل بالفلفل الاسمر بشويه الملح، ودوقي طعمه الجمال بتاعه لما تقلبي الخلطه دي مع بعضها كده. نحط بقى انا عامله الفراخ بالليمون، نحط كده بسم الله الرحمن الرحيم الفراخ، ونقلب تقليبه حلوه كده بقى بايدينا. لو انت عايزه تلبسي جوانتي البسي، مش عايزه تلبسي براحتك، انت ده اكلك وده بيتك ودي حاجتك، مش يعني مش مهم انك تبقي لازم تبقي لابسه جوانتي، ده بيتك وحاجتك، يعني انت مش بتعملي الاكل حد، لما تعملي الاكل حد لازم بصراحه تلبسي جوانتي، ولازم يبقى الدنيا تمام. هنحط العصير كده بتاعت الطماطم بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا دي بس، وهنغطيه بقى وندخله الفرن. بعد بقى ما هقلبه انا تقليبه حلوه كده وتقليبه تمام، ونقلبه كده مع بعض، ونحطه بقى نغطيه بالفويل، ونحطه في الفرن بقى على درجه حراره 180، بس تحطيه الاول تحت وبعدين شويه كده وتطلعيه فوق. حبايبي هنعمل كمان رز بالشعريه مع الفراخ والخضار. بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا الشعريه اهو، حاطين مكعب زبده وشويه زيت، احنا مش بنحب الإدام كتير في الاكل. حاطه شويه شعريه صغيرين، لان انا في رمضان ما بعملش غير نص كيلو رز بس، مش اكتر من كده. نحمر مع بعض الشعريه كده بسم الله الرحمن الرحيم. لما تكوني حاطه الشعريه ما نسيبهاش خالص، لان هي ما بتاخدش يعني دقايق وتتحمر، عشان ما تبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه. انا عامله نص كيلو رز بس، لان بصراحه رمضان ما بيحبش الاكل الكتير، يا دوبك هو الفطار بس، ولما بتحبي تعملي الاكل تحط لهم تاني يوم يقول كده ماما ما فيش اكل طازه. فانا بعمل اكل على قد اليوم بس، رغم ان هو متعب والله، بس يعني هو كده هما مش بيحبوا غير كده اصلا. قليل قوي لما يبقى هعمل اكل، يعني مثلا اخلي يوم الخميس ده اخر الاسبوع كل الاكل اللي في التلاجة اطلعه لهم واقول لهم مش هوديه فين، لازم يتاكل كله. اهو يا حبايبي شايفين الشعريه بتتحمر اهي، ولازم مع الشعريه الرز يتغسل الرز يتغسل وتخليه جنبك كده، لانك لازم تخدي الرز كده خضه كده على النار، ما تحطيش الميه قبل الرز، لان لو حطيتي الميه قبل الرز الشعريه بيبقى طعمها مش حلو. تحمرها بقى جميل ازاي. نحط الرز انا غسلاه كده ومخليه جنبي بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا بعمل ازاي؟ غسله الرز ومخليه جنبي وبديله تشويحه مع الشعريه عشان يبقى طعمه حلو.
ناخده تشويحه كده وبكون محضره الميه. عايز تحطي ميه سخنه طبعا ده يبقى احسن بكتير، عايز تحطي ميه عاديه مفيش مشاكل خالص. تحطي تاخديها تاخدي الرز تشويحه كده بيبقى طعمه جميل كده ومفلفل. نحط الملح بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الرز تشويحه مع الشعريه كده. بصراحه التشويحه دي بتاعت جربي كده انك تشوحي الرز مع الشعريه، بصراحه بيخليه طعمه مفلفل وجميل وليه طعم كده سبحان الله، بياخد طعم الشعريه كده. لما تحطي الميه قبل ما تديله التكه دي مبيبقاش الطعم قوي، لما تشوحي كده الرز مع الشعريه تاني كمان مره الطعم بتاع الشعريه المتحمره بيجي في الرز يبقى طعمه جميل قوي. طبعا ما تنسيش تصلي على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وانتوا بتعملي كل اكل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما تحطي الميه تقلبي تقليبه واحده بس وتغطيه وما تقلبيهوش بقى غير لما يشرب الميه خالص عشان ما يتعجنش. الرزايه هي اتشوحت بقت جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الميه طبعا يا باشا شويه ميه كمان ونغطي عليه. ما تقلبهوش بقى غير لما الميه دي خالص تتشرب منه. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الجمال بقى طلعناه من الفرن عامل ازاي؟ بصوا شايفين. خلاص يا حبايبي كل سنه وانتم طيبين وصوما مقبولا وافطارا شهيا. وعملنا الرز غرفناه خلاص المغرب اذنت. شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي؟ ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، ونشوفكم في كل جديد على خير. مع الف سلامه. احنا دخلناها الفرن بصراحه نحمرها شويه كمان لان هي كانت متحمرتش قوي. وزي ما انتم شايفين الجمال بتاعنا اهو. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس.